اجينا نبهونا من اصدقائهم قالوا ترى اكو تسفيرات يمكن يشملكم انتم هم التسفيرات. فاحنا تحضرنا. مثلا عندنا الله يرحمه ابوهم كان يكبر خرفان، اجينا خروفين ذبحنا ذبايح اثنيناتهن وركبناهن وسويناهن اكل وحطيناهن بالفريزر، فريزات بغداد كبار. اكليشه سوينا 10 كيلوات هم حطيناه بالفريزر، قلنا اخاف نتسفر. فمن زوجي راح بعد ما كنا ندري ايش صار بي ايش ما صار بي، فاحنا تهيأنا نفسنا. لما فد يوم دقوا بابنا طلعت حماتي برا، قالوا سألوا اسمها فخرية فارس محمد، قالت بلي اني. قالوا انتم ذابين على معاملة شهادة جنسية، فتحضروا بدون زحمة لما هسه يجون عليكم. ورا شوية راحوا، ورا شوية من جدة اجوا علينا. من اجوا علينا عرفنا الاكو والماكو. هل قلت كنا نقول ناخذ الكليشه، ناخذ جدر اللحم، قالوا لا عوفوا هذول مو لكم. حتى اللي احنا اقول لك هيئنا نفسنا، اللي عندنا كان ذهبات ذبيناه بقواطي شاي وحطيناها بسله. اول مره اخذونا المركز المدينه. مركز المدينه استجوبوا مني قالوا انت عراقيه، انت اهلك وين؟ قلت انا اهلي بمدينه الصدر، فلان امي وفلان ابويا. قالوا لي انت الك حق ترجعين، بس اولادك لهم حق ويا ابوهم يرجعون. قلت لا ما ارضى. قال ليش ما ترضين؟ انت عراقيه وانت ابوك وامك هنا. قلت لا، فرض ويا اهلي ويا اولادي اروح. فمن قبلت وسقطوا الكارت مالي